تعالوا أقول لكم على طريقة عمل سندوتشات الشاورما السوري في البيت وبمنتهى السهولة، ومش هخليكم تشتروها جاهزة تاني أبدا. وطريقة التومية هسيب لكم اللينك بتاعها في التعليقات. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. في البداية كده هنحضر مع بعض الفراخ. معايا قطعة كاملة من صدور الفراخ، طبعا لازم تكون نضيفة جدا. هقطعها كده نفس تقطيعة البانيه بالظبط، تكون رفيعة جدا، وبعد كده بالطول بنفس الطريقة دي. بالنسبة بقى للتتبيلة، نص كوباية من الزبادي، معلقتين من الكاتشب، معلقتين من الصلصة، معلقتين من دبس الرمان، ربع كوباية من زيت الزيتون، الليمون والخل، نص كوباية من عصير البرتقال الفريش، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم مع التوابل اللي هكتبها لك، وأقلب كويس قوي. أحط بقى الفراخ في التتبيلة وأسيبها في التلاجة أقل حاجة ساعة. علشان نسويها، طاسة فيها معلقتين كبار من الزيت، ونحط كده الفراخ مع كمية من التتبيلة، ومن غير ما ندخلها الفرن ولا أي حاجة. هنفضل نقلب فيها لحد ما تستوي معانا. بالنسبة للسلطة، شرايح من البصل، شرايح من الفلفل الرومي، شوية من البقدونس، ومعلقة كبيرة من السماق. السلطة ديت ادت طعم حلو جدا جوه السندوتشات. نجيب بقى الخبز الصاج، ودوت متوفر بشكل كبير. نحط كده معلقة كبيرة من التومية الرهيبة، وبعد كده شوية من السلطة، شوية من الشاورما، وشوية من البطاطس المحمرة، ونقفل الساندوتش من الجوانب بنفس الشكل ده. ممكن نسويه على الجريل اللي هي بالكهرباء بدهنة من الزيت، ولو ما عندكوش عادي جدا على الجريل على النار من فوق برضو بدهنة من الزيت، ونفضل نقلب فيه من كل الجوانب علشان يستوي معانا. مش قادرة أوصف لكم بيطلع مقرمش قد إيه وطعمه يجنن قد إيه. لازم تجربوه بالطريقة ديت، سهل وبسيط وسريع. بألف هنا وشفا، وباي باي.